السلام عليكم، انا انس خالد محمد بعنوان افضل 10 افلام مصريه في 2014. وطبعا قبل ما نبدا الحلقه، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. ممكن فيلم يعجبك ما يعجبنيش والعكس صحيح، ده شيء طبيعي يا جماعه. ونروح للمركز العاشر على طول. فيلم صنع في مصر، واللي قصته بتدور عن شخصية علاء اللي يملك محل لعب أطفال، والمحل للأسف بيبيع بنسبة قليلة جدا عن المعدات، وده بيخليه ياخد قرض من البنك. وفي يوم من الأيام أخته بتتمنى أمنية إن دب الباندا يتحول لعلاء. تاني يوم بيلاقي نفسه جوه شخصية دب الباندا، ودب الباندا هو الشخص اللي بيتحكم في حياته. ولكن ده بيأثر على حياته بشكل إيجابي، وبيخليه ياخد باله من نقط ما كانش واخد باله منها، وبيخليه يلاقي أفكار كتير تنفعه في محل الألعاب. هو صراحةً هو من أقل أفلام حلمي، ولكن في 2014 كفيلم كوميدي هو كويس مش وحش. فيلم كوميدي فيه مشاهد درامية مقبولة، فهو كان نوعًا ما فيلم كويس مش فيلم وحش. ممكن الناس تشوفه عادي، بس على الأقل مش فيلم سيء. وفي أفضل أفلام 2014 كان نوعًا ما يستحق إنه يكون في المركز ده. ونروح للمركز التاسع. فيلم حمادة بتحبني، واللي قصته بتدور عن دكتور تجميل بيحب النساء جدًا، وده بيخليه يروح يتعالج عند دكتورة نفسية، واللي بتكتشف بعد مرور الوقت إن هو على علاقة ببنتها، فبتحاول توقف العلاقة دي بأي طريقة. بدون شك من أفضل أفلام الكوميديا اللي نزلت في السنة دي، ومن أجملهم صراحة، ومن أحلى أفلام حمادة هلال. قدم فيه الكوميديا بشكل رائع من الجميع صراحة. فكعمل كوميدي كان موفق جدا في النقطة دي، ويستحق المشاهدة الصراحة. ونروح للمركز الثامن. فيلم فتاة المصنع، واللي قصته بتدور عن بنت عندها 21 سنة عايشة في حي شعبي فقير، بتلاقي نفسها بتقع في الحب مع شخص موجود في المصنع من غير ما تاخد بالها إن هي كانت بتواجه المجتمع والتقاليد القاسية والغريبة، واللي بيرفض أي علاقة حب. بلا شك من أجمل الأفلام نزل 2014، ومن أجمل الأفلام في آخر 10 سنين. فيلم حلو جدا هتستمتع بيه، تقدم بشكل حلو، الأداء كان جميل جدا من الجميع صراحة. القصة قدم بشكل حلو، الريتم فيه كان حلو، النهاية كانت كويسة، فهو فعلا عمل كويس. ونروح للمركز السابع. فيلم واحد صعيدي، واللي قصته بتدور عن شاب اتخرج من كلية حقوق، بيتوسط له أبوه عشان خاطر يجيب له شغلانة في فندق سياحي. وهو هناك بيسمع خبر إن في عملية قتل هتتم لواحدة اسمها سماح موجودة في الفندق، وبيكتشف إن في 3 أشخاص اسمهم سماح، فمين فيهم المقصود؟ بلا شك هو أجمل فيلم كوميدي لمحمد رمضان، بلا شك هو يعتبر أجمل أو تاني أجمل فيلم عمله محمد رمضان ككوميديا. يكاد يكون هو أكتر فيلم كوميدي موجود في ال10 أفلام دول. رائع بمعنى الكلمة، وفي وقتها كان عامل طفرة فعلا. فهو عمل فعلا يستحق المشاهدة، وفعلا عمل حلو. ونروح للمركز السادس. فيلم الدساس، واللي قصته بتدور في قالب من الكوميديا والرعب، عن بيت عائلة الهواري اللي الناس كتير جدا مقتنعة إن في البيت ده بيسكن الجن والعفاريت ومخاوف كتير بتقابل اللي بيخش البيت ده. أفضل عمل رعب كوميدي اتقدم في مصر لغاية دلوقتي، من ساعتها إلى الآن ما شفتش عمل رعب كوميدي يقارن حتى بيه أو يقرب منه غير مسلسل البيت بيتي. فصراحة هو أفضل فيلم لاعب على النقطة دي، بلا شك يستحق المشاهدة، وبلا شك من أجمل الأفلام الكوميدية ومن أجمل الأفلام الرعب الكوميدية اللي شفتها في حياتي. ونروح للمركز الخامس. فيلم مراتي وزوجتي، واللي قصته بتدور عن شخص بيتجوز واحدة من ضمن المهتمة جدا بقضايا المرأة وحقوق المرأة، وده بيخليها ما تهتمش بحياتها الزوجية، وده اللي بينتج عنه إن هو بيتجوز واحدة تانية، وبتخليه يقع في مشاكل كتير ومفارقات كوميدية وتتوالى الأحداث. بلا شك أو يكاد يكون هو أفضل فيلم عمله رامز جلال، وككوميديا مفيش فيلم كوميدي أفضل من ده صراحة. شفت رامز جلال عمل كوميدي رائع بمعنى الكلمة، من أول دقيقة لآخر دقيقة هتضحك، ومش مرحلة اللي هو الضحك أنت بتبتسم، لا، ضحك صريخ، ضحك مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة كمان. ففعلا يستحق المشاهدة، وفعلا يستحق المرتبة دي. ونروح للمركز الرابع. فيلم الجزيرة الجزء الثاني، واللي قصته بتدور عن شخصية منصور الحفني اللي بيهرب من السجون في ثورة 25 يناير بعد ما كان اتحكم عليه بالإعدام، وبيقابل أخوه بيرجع ابنه للجزيرة عشان خاطر يستعيد اللي سابه، لكن بيلاقي نفسه في مواجهة حبيبته القديمة اللي بقت كبيرة عيلتها، وبيكتشف إن قواعد اللعبة اتغيرت وظهر شخص جديد وهو كبير الرحالة. بلا شك من أفضل الأفلام في آخر 10 سنين، رغم الانتقادات الكتيرة اللي اتعرض ليها، ولكن بالنسبة لي هو من أجمل أفلام السقا، من أجمل أفلام شريف عرفة. والجزء التاني حلو جدا ويستحق المشاهدة ويستحق المرتبة دي صراحة. فلو ما شفتوش فعلا فايتك عمل عظيم. ونروح للمركز الثالث. فيلم الكوميدي العالمي الحرب العالمية الثالثة، واللي قصته بتدور عن متحف شمع موجود فيه أكبر الشخصيات في التاريخ، واللي بترجع لها الحياة 5 مساء لحد الساعة 5 الصبح.
وبالصدفة قبل الساعة 5 مساء بدقايق معدودة بيخش خميس، والتماثيل بتصحى قدامه وبيقابله توت عنخ آمون وبيشوف إن هو غريب ولص وبيحكم عليه بالإعدام. ولكن علاء الدين بيعقد معاه صفقة وإن هو يخرجه بره المتحف، وبيقول له إن صاحبة المتحف معاها كتاب تقدر تخلي كل الشخصيات الشريرة اللي في التاريخ يرجعوا مرة تانية. أفضل عمل كوميدي، أفضل قصة، أفضل سيناريو، أفضل أداء، فعلا فيلم رائع بمعنى الكلمة. من أفضل الأفلام اللي شفتها في آخر 20 سنة، وكعمل كوميدي هو يكاد يكون الأفضل. فصراحة لو مشفتوش فعلا فايتك عمل رائع. نروح للمركز التاني. الفيلم العالمي والاندر ريتد والمختلف، فيلم لا مؤاخذة. قصته بتدور عن الطفل المسيحي هاني عبد الله بيتر اللي ابوه بيموت، وبتلاقي الام ان الورث بتاعه هو عبارة عن ديون كبيرة جدا، فده بيخليها تنقله من مدرسة خاصة لمدرسة حكومية، واللي بيقول لهم هناك ان هو مسلم عشان خاطر يتجنب اي مشاكل. وبتتوالى الاحداث. بلا شك من افضل الافلام اللي اتقدمت في تاريخ السينما المصريه، والله فعلا مش ببالغ. نوعيه الافلام دي مختلفه، نوعيه الافلام دي بالتقديمه دي وبالطريقه دي وبالسرد ده وبنقل الواقع بالطريقه دي على الشاشه، ده كان رائع صراحه. عمرو سلامه ما بيعملش اي فيلم وخلاص، نقل الواقع بطريقه جميله جدا، قدمها بشكل رائع. كان في مشاهد كوميديه جدا، كان في حتى نوستالجيا. اي حد مننا في ابتدائي هيفتكر مواقف لازم فعلا هتفتكر موقف ليك في الفيلم، هتقول فعلا الموقف ده حصل معايا في ابتدائي. فده شيء رائع انه يقدر يجيب اغلب المواقف صح بالطريقه دي، ده شيء رائع. رتم جميل، بقصه رائعه، باداء رائع من الجميع، فقدم لنا فيلم من افضل الافلام في اخر 20 سنه. ونروح للمركز الاول. فيلم عظيم والعالمي، واللي لو قعدت اتكلم عنه من هنا لبكره والله فعلا مش مجاز، مش بقولها فاهم كجمله تعبيريه، فعلا ممكن اقعد اتكلم عليه من هنا لبكره ومش هخلص ومش هوفيه حقه. هو الفيلم الرائع الفيل الازرق، واللي قصته ببساطه بتدور عن طبيب نفسي بقاله 5 سنين منقطع عن العمل، بيرجع تاني يشتغل في مستشفى العباسيه، وبيطلب منه انه يقدم تقرير عن مريض معين، وبيكتشف ان المريض ده هو صديقه القديم. وده بيخلينا نكتشف أسرار كتيرة جدا عن المريض ده وعن يحيى راشد وعن الدكتور يحيى راشد والماضي بتاعه. بلا شك هو مش أفضل فيلم في 2014 بس، هو مش أفضل فيلم في آخر 10 سنين بس، هو يكاد يكون أفضل فيلم في تاريخ السينما المصرية، وأنا فعلا مش ببالغ. رأيي الشخصي، ما شفتش فيلم في الحلاوة دي، ما شفتش فيلم، مش هقولك أحلى منه، ما شفتش فيلم في نفس الليفل أو حتى قرب جدا. حاجة عظيمة، تقديم ولا أروع، أداء ولا أروع، موسيقى جميلة، إخراج جميل، أداء تمثيلي جميل، سيناريو جميل، نهاية رائعة، بداية موفقة، تصوير ممتع، رتم رائع، حاجة فعلا جميلة. أي فيلم يا جماعة هيتكتب عن رواية، ده شيء بنسبة كبيرة هينجح الفيلم، لأن المؤلف بيكون خد وقته في الكتابة، ويهتم بالشخصيات الثانوية، ويهتم بالتفاصيل ويربط الأحداث، بيكون عاملها فعلا بإخلاص، واخد سنة واتنين وتلاتة بيكتب عمل فعلا هيطلع عمل حلو. لما بيطلع على الشاشة بنكتشف احنا قدام عمل عظيم بمعنى الكلمة، مش مبالغة. من الأعمال القليلة جدا جدا في تاريخ السينما المصرية اللي تستحق العلامة الكاملة، تستحق فعلا 10/10. فبلا شك هو يكاد يكون أجمل فيلم مصري شفته في حياتي، وبلا شك وبلا خلاف، ما اعتقدش ان دي عليها خلاف، الفيل الازرق الجزء الاول من افضل الافلام في تاريخ السينما المصريه. وايه سؤال الحلقه، انت ايه بالنسبه لك اجمل فيلم في ال10 افلام اللي انا ذكرتهم؟ ولو عجبتك الحلقه تنسى اللايك والاشتراك، وسلام.